اللي بتاع بحطه في الحلقه الميزان بتاعي. يعني انت اول مره تروح تسهر 33 سنه؟ 33 سنه مش رايح اسهر بقى، رايح عيد ميلاد. عيد ميلادي فاتفاجئت انه مكان سهر. طب تفتكر دخلت طبعا شربت الريد بول بتاعي رحت قلت له انا فين؟ قلت له انا فين؟ انا فين؟ ورحت ماشي جاري على بره. طب تفتكر حبيت بقى الموضوع بعدها بعدها رحت بقى. طب تفتكر صالح جمعه وهو عن 3 سنين بيسهر صالح بيحبي تاه اصلا، هم بيدوروا عليه بيحبي فتاه، بيدوروا لقوا في الزمالك في مركب سهران عنده 3 سنين متشعبط على الرقاصه بدأها بدري ها؟ لا بدأها بدري قوي. صالح ده مجرم. لا انا بجد في حاجات جديده عليا كنتش اعرفها غير بعد ما عديت ال 30. قبل كده والله في حياتي ما اعرف يعني ايه مكان عيد ميلاد وسهر والكلام ده. وبروح خد بالك بروح اصل لاصحابي عيد ميلاد، وبروح اوتنج بيبقى معمول في اماكن سهر بروح. بس بروح يا احمد العصير بتاعه قدامي، اقعد اشرب عصيري، احتفل بالناس، اخلص عيد ميلاد مش امشي. حتى لحد دلوقتي مع ان انا مبطل، يعني المفروض بقى ايه يعني واحد بطل بينطلق، انت فاهم يعني. بطلت كوره بقى القيود راحت والمش عارف ايه، قسما بالله اللايف ستايل بتاعي زي ما هو. صادق كل يوم تمرين في الجيم بتاعي، كل يوم انت بتشوف، انت عارف انا متابعك يا ابو حميد. انا هو ده اللايف ستايل بتاعي اصلا. انا بتاع ميديا والناس بتتفرج عليا وبعمل اعلانات وبعمل مش كل حاجه وحشه على فكره. ده سايد، ده دي حاجه شغل دلوقتي استفيد منه يعني بعمله. انا شايفها لكن في الناحيه الثانيه لا، انا بتاع تمرين وبحب التمرين وبحب الناس ننزل برضه ابو حميد الحاجات دي عشان الناس تبقى عارفه الشخصيه. يعني انت مش بعمل اعلانات بس، لا بعمل فيديوهات، لا انا برضه بتمرن كل ده بنزله. انا كل يوم بنزل حاجات ستوريز وحاجات. ابو حميد عايز اسالك الكلام طبعا معاك يعني بصراحه انا مستمتع بالقعده معاك والله العظيم، وانت عارف ان انا يعني بحبك من زمان جدا. مين افضل لاعب في مصر من وجهه نظرك؟ عبد الله السعيد. هو هيفضل عبد الله السعيد. هو عنده واحده، اتفرج على الماتش اللي فات 41 سنه. للدرجه دي ما عندناش لا 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 مفيش حد ايه لا ايوه هي دي المشكله. هي دي المشكله. ايه المشكله؟ مشكله اللعيبه القديمه مش هيجي زيها. طول ما عبد الله السعيد في الملعب لحد ما اعتزل هيفضل احسن لعيب في مصر عبد الله السعيد. شايف اللي هو يلعب لكام سنه يعني؟ لا باللي هو بيعمله ده لا، يلعب 2 3 كمان على المستويات اللي احنا شايفينها، واللعيبه اللي لما واحد بس يباصي كده باصه عايز 800 مليون جنيه، لا عبد الله السعيد يفضل يلعب لحد لما يبقى مكسح مش قادر يتحرك من الملعب. مفيش يا راجل. اتفرج على كورته الماتش اللي فات، الماتش الاسماعيلي. يا ابني ده عبد الله السعيد شيله كده من الفرقه الزمالك بيتوهوا. مفيش كوره ما بيبصمش عليها يا احمد. مفيش كوره يا راجل. ده في كوره خدها وهو داخل 41 سنه ولا خدها من نص الملعب، راح زق بواد عنده 17 18 سنه في الاسماعيلي. الطبيعي يشيل عبد الله السعيد على كتفه ويجري بيه، عنده 18 سنه. يعني عبد الله اكبر منه ب 22 سنه. عبد الله خد مشوار من نص الملعب ويزق ويحط جسمه بسرعته ويخلي الواد في ظهره، فرق بينه وبينه 3 4 متر، يروح لعبها بالعرض الواد هو الجون فاضي ضيعها. شفتها الشوط الثاني لو تفتكر في الاسماعيلي. شفتها. ايه ده اللي بيعمله كده؟ وراح عامل طق كوره الرؤيه بتاعته، راح عامل كوره ل 2000 لعبها بالعرض اللي جت للواد 2000 والجون فاضي. هو عبد الله السعيد جاب الجون، جاب جونين، دخل بقى 100 حاجه و30 جون ولا بقى كام؟ طبعا. ايه يا عم؟ عبد الله السعيد احسن لعيب في مصر. هو اسطوره لا خلاف يعني. مختلف. لا مختلف يا احمد. كواليتي لعيب كوره مختلف. الكواليتي غير. طب وانت شايف ان احنا كده احمد عندنا ازمه في الكواليتي؟ ايوه طبعا عندنا ازمه طبعا. تحس الكوره كلها جري يا احمد الى ما لا نهايه، كله عمال بيجري في كل حته. بقت الناس دلوقتي بتبص على اللعيبه اللي بتجري مش اللي بتلعب. زمان كان الذكي اللي بينفذ وممكن ما يجريش 2 3 خطوات، بس هو لعيب ذكي قوي، بيعرف يقفل زاويه الباص، بيعرف يقف فين، بيعرف يستلم فين، بيعرف يرفع